بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آلاف السنين وعلى ضفاف نهر النيل بزغت واحدة من أعظم حضارات الأرض، حضارة غيرت مجرى التاريخ وخلدت أسرارها في حجارة صامتة لا تزال تربك أعظم العقول حتى يومنا هذا. في قلب الصحراء تقف أهرامات الجيزة شامخة كأنها رسالة مشفرة من عالم آخر، معادلات هندسية دقيقة وغرف سرية وطاقات غريبة. فهل حقا بناها المصريون القدماء أم أن هناك قوى خفية تدخلت في بنائها؟ قبل ما نبدأ الرحلة دي صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدأ. في حضارات قامت وسقطت، في ممالك انهارت وانتهت، بس في حضارة واحدة فضلت واقفة متحدية الزمن والتاريخ والعقل. الحضارة المصرية القديمة. ما بين رمال الصحراء ونيل الخلود ظهرت عبقرية بشرية، أو ربما شيء أكبر من البشر. كل حجر فيها بيحكي قصة، كل جدار مرسوم عليه طلاسم، وكل تابوت محكم الإغلاق بيخبي سر. بس مين هم المصريين القدماء فعلا؟ هل هم مجرد شعب عادي عاش في وادي النيل، ولا كانوا حكماء فلكيين معماريين أو حتى زوار من النجوم؟ يلا نبدأ الرحلة. أكتر من 5000 سنة مرت ولسه الحضارة المصرية مبهرة العالم. نظموا الوقت، حسبوا السنة الشمسية بدقة، بنوا مدن كاملة وتركوا خلفهم رموز محدش لحد النهاردة فاهمها بالكامل. لكن الغريب مش إنهم عملوا ده كله، الغريب إنهم عملوا ده من غير ما يكون عندهم كمبيوترات ولا آلات حديثة ولا حتى عجلة. إزاي؟ السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا الحضارة دي بدأت من الصفر، ولا في معرفة جات لهم من حضارات أقدم أو من كائنات أعلى منهم ذكاء؟ الأهرامات وبالذات الهرم الأكبر خوفو مش بس مباني ضخمة، دي ألغاز هندسية معمولة بدقة أعلى من قدرة تكنولوجيا العصر الحديث. وزنه 6.5 مليون طن، عدد الأحجار فيه 2.3 مليون حجر، كل حجر وزنه من 2 ل 80 طن، ومكانه محكوم بدقة على محاور الكوكب. والأعجب إن اتجاهه مضبوط نحو الشمال الحقيقي. طيب السؤال، ازاي ينقلوا احجار بالوزن ده من محاجر بعيده؟ ازاي يرصوها بدقه من غير ما يكون فيه مسافه حتى لسكين يدخل بين حجرين؟ ازاي عرفوا الشمال الحقيقي والتقويم الشمسي وخصائص الاجرام السماويه؟ كل ده من غير كمبيوتر، من غير اقمار صناعيه، من غير GPS. بعض الباحثين وعلى راسهم إريك فون دانكن قالوا ان الحضاره المصريه ما كانتش بشريه بالكامل. قال لك في احتمال كبير ان كائنات فضائيه نزلت في العصور القديمه وساعدت في بناء الاهرامات. ليه؟ لان الدقه الهندسيه غير مبرره لزمانها، لان فيه رموز على الجدران بتشبه مركبات فضائيه، ولان فيه رسومات بتظهر كائنات باشكال غير بشريه. طيب هل ده معناه ان خوفو واخناتون كانوا كائنات فضائيه، ولا بس استقبلوا معرفه من حضاره اذكى؟ السؤال ده هيفضل محيرنا. داخل الهرم طاقه ولا شيء اخر؟ لما تدخل الهرم بتحس بحاجه مش طبيعيه. في ناس وصفوا التجربه انها زي ما تكون داخل كائن حي. الممرات ضيقه وبارده، الغرف كبيره لكن الصوت فيها مكتوم، في مجال مغناطيسي غريب حوالين الحوائط، والهواء مختلف. في باحثين قالوا ان الهرم الاكبر مبني بتصميم هندسي بيخلق طاقه مركزه في غرفه الملك، وده مش كلام خيال علمي. العلماء الروس في تجارب حديثه اكتشفوا ان قمه الهرم بتجمع موجات كهرومغناطيسيه. تخيل هرم من آلاف السنين بيجمع طاقه من الكون. في نظريات بتقول ان الهرم كان مركز لتجارب روحيه او حتى وسيله للتواصل مع كائنات من ابعاد اخرى. الغرف السريه والابواب المسدوده. في سنه 2017 علماء استخدموا تقنيه اسمها نيون سكاننج لمسح الهرم الاكبر، فاكتشفوا غرفه عملاقه فوق ممرات معروفه. الغرفه دي محدش دخلها قبل كده، مفيش لها باب واضح ومحدش يعرف ايه جواها. هل هي مقبره ملكيه، ولا غرفه طقسيه، ولا صندوق اسرار الحضاره نفسها؟ كل ده ولسه مفيش تصريح بالحفر او الفتح. في اشاعات بتقول ان كل محاوله لفتح الغرف السريه كانت بتنتهي بكوارث زي حرائق، امراض مفاجئه، او حتى اختفاء بعض العلماء. لعنه الفراعنه صدفه ولا شيء حقيقي؟ من اول ما اتفتحت مقبره الملك توت عنخ امون سنه 1922 ابتدت سلسله من الحوادث الغريبه. اللورد كارنارفون اللي مول الاكتشاف مات باسابيع قليله من فتح المقبره، ومات معاه 20 شخص شاركوا في التنقيب بطرق غامضه وسريعه ومتشابهه. ناس قالت انها مصادفه، لكن علماء نفس
ومؤرخين ما قدروش يفسروا سبب الوفاة الجماعي، خاصة لما تكون الإصابات كلها نزيف في الأنف، تعب مفاجئ، وسكتة قلبية. وفيه برضه ورق بيوصف لعنة مكتوبة على جدران المقابر: من يفتح هذا القبر ستمسه أجنحة الموت. هل دي فعلا لعنة ولا وسيلة ردع للصوص، ولا فيه طاقة غير مفهومة بتتفعل لما تقترب من أسرار القدماء؟ التكنولوجيا الغريبة في المقابر. في بعض المقابر فيه رسومات بتظهر حاجات مش منطقية: مصابيح ضخمة بتشبه النيون، طيارات وقطع طيران مرسومة في نقوش، ناس شايلين أشياء شبه أجهزة تحكم، وحتى رمز معروف اسمه زهرة الحياة موجود على جدران معبد الأوزوريون بدقة مرعبة. هل ده معناه إن المصريين القدماء كان عندهم تكنولوجيا متطورة، ولا كانوا بيقلدوا حاجة شافوها، ولا ببساطة إحنا اللي مش فاهمين الرموز دي لسه؟ وفي النهاية تفضل الأهرامات واقفة تتحدى الزمن وتتحدى فهمنا. كل ما نظن إننا قربنا نكشف السر نلاقي باب جديد، غرفة جديدة، رمز جديد، وأسئلة أكتر من الإجابات. هل فعلا المصريين القدماء بنوا الحضارة دي بعقولهم بس، ولا كان في حاجة تانية؟ مساعدة، إلهام، أو حتى زيارة من عالم آخر؟ وقبل ما نقفل الرحلة نهمس للقلوب الولهانة بالحقيقة: صلوا على من زكاه ربه وجمله خلقا وخلقا، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات والكون من تجليات ونفحات ورحمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة، رحلة وسط الرمال والأسرار والرموز اللي لسه ما حدش فكها. لو عجبتك الرحلة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجاية. ونقول: كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.